عسلامة عسلامة، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات أم سراء. إن شاء الله راكم بخير وصحة جيدة يا ربي وانتم تشاهدوا في الفيديو متاع اليوم. واليوم حبيت نودكم بخبيزات محشيين صراحة أكثر من روعة. جو خفاف، جو فارغين من داخل، ما همش معبين بالبابة، وجو طريين هشوشين، خاصة البات صراحة أكثر من روعة. تنجموا تعتمدوها في شهر رمضان الفضيل، تحضروا بها السوفلي، تحضروا بها البيتزا، البريوش، صراحة راهي عجينة أكثر من رائعة. وحضرت معاها حشوة اقتصادية بنينة وطريقة تحضيرها سهلة على الآخر. إذا كان تحبوا تكتشفوا طريقة تحضير الوصفة، ما عليكم كان تتبعوا الفيديو للآخر. وإذا كان مازلتم ما اشتركتوش في قناتي فضلا وليس أمرا، نتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد نهبطه. وتوا نخليكم مع مكونات العجينة وطريقة تحضيرها. بالنسبة للعجينة متاعنا باش نسحقوا 700 غرام فارينة، عليهم 200 مليلتر حليب دافي، عليهم 200 مليلتر ماء دافي كما تشوفوا كاس غير ربع، عليهم 5 مغارف كبار زيت زيتونة، عليهم بيضة تكون درجة حرارة المطبخ. باش نسحقوا مغرفة كبيرة خميرة متاع خبز أو ساشي 10 غرامات. باش نسحقوا مغرفة صغيرة سكر ونص مغرفة كبيرة ملح. عادوا توا لطريقة التحضير. هنا أول حاجة باش نحضروا الخليط متاع الخميرة. فك الكاس تاع الحليب الدافي باش نصب عليه المغرفة الكبيرة متاع الخميرة الفورية أو ساشي 10 غرامات. نزيد عليهم المغرفة صغيرة متاع السكر ونخلطهم بالكدا باش نشوف إذا كان الخميرة معناتها تتفاعل ومعناتها الخميرة صالحة، اللي هي بعد باش تسهل عليكم عملية التخمير. نغطيها ونخليها على جنب معناتها تتفاعل شوي. نجيبك الصحفة نتاع العجانة، نجي لك الخليط نتاع الخميرة كما تشوفوا لهنا. الخليط معناتها اتفاعل، الخميرة عاملة الكشكوشة، معناتها راهي الخميرة هذيك صالحة وتساعدكم في عملية التخمير. هذه عملية مهمة يلزمكم معناتها تعملوها باش تأكدوا من صلاحية الخميرة. نضيف العظمة هذيك، نضيف عليك الخليط نتاع الخميرة ولهنا ونحلها بالمغرفة باش تحللي، وبعد معناتها ما تتعبنيش في العجنان وتعمل لك التكتلات. بعد ما خلطتك العظمة هذيك وتأكدت ان هي اتحلت، لهنا باش نضيف 5 مغارف متاع زيت زيتونة. لهنا بالنسبة لزيت الزيتونة تنجموا تعوضوه بزبدة تكون طرية مقدار 40 غرام. تو هنا باش نضيف عليهم 700 غرام متاع الفارينة. بالنسبة للفارينة راهي جميع الاستخدامات. ونضيف عليهم شطر مغرفة متاع ملح. ونهزك الصحفة هذيك نحطها في العجانة ونحل عليها العجانة نخليها تبدأ تتلم بشوي بشوي. نجيبك الكاس متاع الماء بطبيعة راهو دافي، نضيف فيه بشوي بشوي كأنكم عبارة تعجنوا فيها بيديكم معناتها وعينكم ميزانكم لين تتشكلك العجينة. ماذا بكم معناتها ما تصبوش الماء فرد مرة، تبقوا تصبوا بشوي بشوي وانتم تعرفوا القوام نتاعها. بالنسبة للعجينة هذه راهي القوام نتاعها تكون طرية وفي نفس الوقت تكون شادة روحها، ماهيش رخوة وماهيش عم تتلصق، تكون طرية كما تشوفوا وشادة روحها. رجعها لك الصحفة باش تخمر، ادهناها بشوي زيت، بالنسبة لي انا ما دهنتهاش بالزيت. ونجيبك البابي فيلم نغطيها بالكدا ونكبس عليه، خاصة البابي فيلم هذاك باش ما يدخلهاش الهواء وتخمر لكم فيسع فيسع. نغطيها منديلة تكون نظيفة ونخليها تخمر أقل شيء ساعة، خاصة إنه الطقس بارد برشا. ونتعدوا فك الوقت هذاك نحضروا الحشوة متاعنا. تو هنا باش نحضروا الحشوه نتاع الخبيزات نتاعنا. هنا الحشوه راهي اختياريه والمتوفر عندكم تنجموا تستعملوه. بالنسبه لي انا اخترت اليوم باش نخدمها بالستيك نتاع الداند. عندي لهنا 350 غرام، قصيتهم مكعبات صغيرين، نظفتهم بالكدا بالخل والليم. عندي لهنا بصله قصيتها زاد كيف كيف مكعبات متوسط الحجم. وعندي فلفل اخضر وفلفل احمر. بالنسبه للفلفل الاخضر والاحمر ماهوش فلفل حار، هو فلفل بارد. واي نوع متاع خضره متوفره عندكم تنجموا تدخلوها في الحشوه هذه. راهي كما قلت لكم الحشوه هذه راهي لكم حريه الاختيار، يعني المتوفر عندكم واي نوع متاع حشوه تحبوا تستعملوها معناتها تستعملوها. نخلطهم الكل مع بعضهم، نضيف عليهم شطر كاس زيت زيتونه، نخليهم يتقلوا بالكدا لين يسيبوا اكل الماء متاعهم. ونخلي الدجاج والخضره هذيك تطيب فك الماء هذاك لين تنشف ماك الماء ويتبخر الماء تماما. فك الوقت هذاك باش نفوحوهم كما تشوفوا هنا صاي معناتها نشفك الدجاج من الماء. نجو دولك اللفاحات. عندي مغرفه صغيره اكليل، مغرفه صغيره ملح، نص مغرفه فلفل اكحل، مغرفه كبيره ثوم، مغرفه صغيره كركم، ونص مغرفه تابل وكرويه، ومغرفه مغرفه صغيره متاع زعتر.
هذه الفحات نتاع الدجاج صدقوني راهم يجي دجاج فاوح بنين ما تصوروش. لهنا نخليهم معك الفحات هذوك يتقلوا شويه معاك الدجاج لين الدجاج يتشربك الفحات هذيك ويطيبك الدجاج، ونقص عليه الغاز ونخليه يبرد. ما تضيفوش فك العجينه وهو معناتها سخون، راهي خطر العجينه نتاعكم ما تساعدكمش على الحلان وعلى التشكيل. لهنا هذه العجينة متاعنا بعد ما خمرت وتضاعف الحجم متاعها كما تشوفوا لهنا بسم الله ما شاء الله، وك القوام متاعها كيفاش معناتها طرية وتتجبد. هذا القوام متاع العجينة متاعنا. لهنا رشيتك البلان دو ترافاي بشوي فرينة، ولهنا نبدا نعجن فيها شوي باش نخرج لها الغاز متاع التخمير وباش نقسمها. لهنا اول حاجة باش نقسمها النصين، وكل نص بعدها باش نقسموا الكرات حجم متساوي. بالنسبة للكمية هذه معناتها خرجت منها 8 كرات. انتم معناتها كيفاش تحبوا الحجم، تحبوها صغيره برشا، تحبوها متوسطه، تحبوها كبيره. لهنا وماذا بيكم معناتها الكرات الكل يكونوا حجم واحد باش تجيكم الخبيزات الكل معناتها فرد حجم. لهنا نغطيها باش ما تعملكم شكل قشره ومن بعد معناتها ما تساعدكمش على الحلال. وهذه الحشوه نتاعي صايه حضرت كيما تشوفوا. هذاك الدجاج خليته برد. عندي لهنا الصوص تاع البيتزا تنجموا تعوضوها بالهريسه. وبالنسبه للصوص تاع البيتزا سبق لي وشاركت معاكم برشا وصفات كيفاش نحضروها. عندي لهنا الزيتون طرونش اكحل واخضر، عندي جبن رابي لاندور، وعندي لهنا موتزاريلا، وعندي فرماجة تارتيني، وعندي البصل. بالنسبه هذه الحشوه نتاعي. تعالوا توا باش نبدو في عمليه التشكيل. اول حاجه لهنا الرش الطاوله نتاعي نرشها بالفرينه باش ما تلصقليش العجينه، ونبدا نحل فيها. لهنا يلزمني نحلها معناتها رقيقه على الاخر باش تجيني من داخل معناتها فارغه وخاويه، ما تجينيش هكا مقطنه ولا معجنه وتجيني مورقه. نبدا هنا نحط فيك الحشوه. اول حاجه باش نحط الفرماج تارتيني، تنجموا تعوضوه بالمايونيز. عندي لهنا زاد الصوص تاع البيتزا كما قلت لكم تنجموا تعوضوها بالهريسه. بالنسبه لي انا حضرتها لصغيراتي وما يحبوش الحار، هذاك علاش عملت الصوص تاع البيتزا. ونجيبك الحشوه نتاع الدجاج صراحه هي اللي زادت الخبيزات زادتهم بنه على بنه. وتوا هنا باش نبدا نشخشخ فيها بالفراميش. كيما تعرفوا راهو الخبز المحشي قايم على الفراميش. لهنا قد ما تحبوا معناتها تعملوا انواع نتاع فراميج لكم حريه الاختيار. تنجموا زاد راكم تزيدوا الجبن الشرائح معناتها كل واحد وذوق نتاعو. الا هنا نرجع الخبز كما شفتوا رجعته معناتها اللفه الاولى، ونحاول نضغط عليها بصباعي شوي شوي، ونجيبك الكوباك نتاع البيتزا ونعمل كل معناتها شرائط كما شفتوهم معناتها حجم متساوي، ونلف عليه نرجعها يعني نلف عليها الطبقه الثانيه، وندخل لك اللفه نتاع العجينه تحت الخبزه. كما شفتوا طريقه سهله على الاخر. هنا باش نعاود لكم واحده اخرى وتشوفوا طريقه الحلان نتاعها. لهنا بعد ما حليتها رقيقه كما قلت لكم يلزم العجينه هذه الخبز هذا يلزم يعني الحلان نتاعو يكون رقيقه على الاخر كما قلت لكم باش تجيكم من داخل معناتها فارغه، ما تجيكم شكل مقطنه برشا وتجيكم معناتها معجنه ومعناتها تفقدك البنه نتاع الحشوه نتاعها. لهنا بالنسبه للشرائح نتاع البصل راكم تنجموا تستغنوا عليه. كما شفتوا لهنا بعد ما كملت الحشوه رجعت عليها العجينه، نضغط عليها بصباعي شوي. لهنا نعمل لك الشرائط هذيك ولا الكسيور هذيك نرجعها على العجينه وندخلها من داخل، وك الزوائد هذيك نحاها ونسكرها بالكدا وتاكدوا ان هي العجينه نتاعكم مسكره باش ما تحللكمش. هذوما معناتها الخبيزات بعد ما كملت شكلتهم. لهنا بعد ما خمروا للمرة الثانية عندي لهنا أصفر متاع عظام، زدت عليه مغرفة صغيرة متاع خل باش تنحك الزفورية متاع العظام، ودهنت الوجه متاع الخبيزات. وهنا جبتك الزيتون طرونش وزينتها كما تشوفوا. هنا بالنسبة للزينة هذه اختيارية وتبقى معناتها كل واحد ومعناتها وذوق. رشيت عليهم شوي شوي حبة البركة أو السينوج، ورشيت عليهم شوية جلجلان وندخلهم للفور. بالنسبة لهنا للفور تحلوه على أعلى درجة حرارة في الفور متاعكم. بالنسبة لي أنا 220 درجة، وخليتهم لين حماروا من لوطة ومن فوق. وبالنسبة للطياب متاعهم كل واحد والسخانة متاع الفور متاعه. وهذوما الخبيزات بعد ما خرجتهم كما تشوفوا هنا بسم الله ما شاء الله، ما نحكيلكمش عليك البنة عليك الريحة. صدقوني الريحة والفاحة متاعهم معبية الدار. ما تصوروش صغيراتي صراحة قديش فرحوا بيهم وشاخوا عليهم على الاخر صراحة. البنة ما نحكي لكم راهم جو فايحين جو بنان وجو خفاف وطريين، ما تصوروش الطراوه متاعهم قداش. صدقوا اني نعمل في المونتاج
ومعناتها وحسيت إني هكا اشتهيت نفحوني على الآخر. صراحةً نودكم وما نشهيكم، نتمنى فعلًا إنكم تجربوها، خاصةً راهي العجينة وكيما تعرفوا توا رمضان الكريم على الأبواب. صراحةً هذيا وصفة تعتمدوها في جميع المخبوزات كيما قُلت لكم، في السوفلي، في البيتزا، في البريوش. حاصيل راهي وصفة ناجحة 100%، وحشوة راهي بنينة، ما نحكيلكمش على البن. صدقوني صغاري من الكلاها وهما يا ماما عاودينا يا ماما عاوديهان، نودكم ومشاهيكم. نتمنى الفيديو متاع اليوم يعجبكم، نتمنى ينال رضاكم، ونتمنى انكم معناتها توصلوا اكبر نسبة مشاهدة بالجامات بالكومنتات، وان شاء الله يا ربي يعجبكم الفيديو وتستفادوا منه. وتو ما بقى لي كان نقول لكم الى اللقاء في وصفة قادمة ودبارة قادمة ان شاء الله.